ازاي تحط السينماتيك بلاك بارز على فيديوهاتك في بريمير برو؟ يلا بينا نبدأ. طيب، اول حاجه هنعملها هنعمل سيلكت الفيديو بتاعنا، وبعد كده هروح على افكتس اللي هو هنا كده، ونعمل سيرش على افكت اسمه كروب. هنلاقي الافكت جوه فولدر ترانسفورم. بعد كده هناخد الكروب ونعملها دراج اند دروب ونحطها على الفيديو بتاعنا. وبعد كده نتاكد ان احنا عاملين سيلكت الفيديو بتاعنا، ونروح على افكت كنترولز وننزل. هنلاقي الافكت اللي احنا حاطينه كروب موجود هنا اهو. هنلاقي فيه 4 اوبشنز، ليفت وتوب ورايت وبوتوم، وزي ما هو مكتوب بالظبط هو بيحدد لك انت هتقطع قد ايه من كل ناحيه. يعني من الشمال مثلا ممكن تقطع زي ما انت عايز، زي ما انتم شايفين كده. نرجعها تاني صفر، ونفس الكلام بينطبق على بقيه الحاجات. فاحنا النهارده عايزين نشرح ازاي نحط البلاك بارز من فوق وتحت. فاول حاجه نعملها هروح للتوب والبوتوم ونخلي نسبه كل واحده فيهم 12%. طبعا انت ممكن تغيرها على حسب ما انت عايز، اللي انت تلاقيها مريحه بالنسبه لك. يعني هلاقيها بقت بالشكل ده كده. طبعا بقى انت ممكن تظبطها احسن من كده، انك ترجعها تاني صفر الاول، وبعد كده نرجع الفيديو تاني للاول، وهروح جنب توب وبوتوم ونضغط على علامه الساعه اللي جنبها دي. هنستخدم الكي فريمز، يعني الضغطه هنا وضغطه هنا. وبعد كده نحرك مثلا شويه في الفيديو ونخلي كل واحده فيهم ايه 12. نيجي نشغل الفيديو كده نلاقيها بقت بالشكل ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، وطبعا على صفحه الفيسبوك هتلاقوا اللينك تحت الديسكريبشن. وبس كده، سلام.